وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والنهارده يا حبايبي هعمل معاكم سمك مقلي ورز صياديه زي ما انتم شايفين كده. قليت السمك طبعا وعملت له تقطيعه حلوه كده زي ما انتم شايفين. ده كان سمك سفاريتا، وعملت برضو طبق سلطه كده. هي الاكله ده اصلا مش محتاجه للسلطه، السمك منه فيه تغذية حلوة قوي، عاملاه بتغذية جميلة ما شاء الله عليه، ريحته حلوة قوي. والرز ما شاء الله عليه برضو زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بينا يلا يا حبايبي نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وغدانا النهاردة يا حبايبي هيبقى سمك مقلي، سمك سفاريتا زي ما انتوا شايفين كده، ماسكاه غسلاه ومنضفاه حلو، وامسكه هحمره هقليه طبعا، هحشيه بالدقه دي، الخلطه دي كلها كده بالكمون، همسكه ومفرومهم مع بعض حلو قوي. وبعدين هغسل السمك حلو قوي وهمسكه هحشيه، وامسكه اقليه بقى على البوتاجاز، وهعمل له خلطه تخديعه. يعني بعد ما اقليه هحطه في تخديعه، في طماطم، في بصل، في دقه، وسبك التغذية حلوة قوي. وبعدين بعد ما احمر السمك احط السمك في التغذية وهعمل جنبه رز صيادية. تعالوا بينا يلا يا حبايبي. طبعا يا حبايبي انا نقع السمك دون بليمون وملح زي ما انتوا شايفين كده، ونقطة خل، ولو عندك دقيق وعايزة تنقعي برضو بيه عادي، بيخلي السمك ريحته حلوة كده ومفيهوش زفارة ولا في اي حاجة زي ما انتوا شايفين. ومعايا هنا الدقة برضو انا حطيت لها كزبرة وشبت وكمون زي ما انتوا شايفين كده، وهحط برضو ملح ابيض كده زي ما انتوا شايفين. ومعايا هنا الليمون، السمك المقلي طبعا بيحب الليمون. ومعايا هنا الطماطم اللي انا اخرطها سلطة، هقطعها سلطة يعني عشان اعمل بها التخديعة بتاعت السمك المقلي. بعد ما اقلي السمك طبعا هعمل التخديعة معاكم. تعالوا بينا يلا يا حبايبي نفرم الدقة دي كلها في الكبة ونرجع لكم تاني. دي كده يا حبايبي الدقة بعد ما انا فرمتها كانت بالشكل ده. الشطة الحمراء مديالها شكل حلو قوي، وبدها برضو طعم حلو، والكزبرة والشبت، وكنت حاطة راس توم والكمون بيديلها ريحة حلوة وطعم حلو برضو. السمك المقلي طبعا بيحب الكمون والليمون زي ما انتوا حابين، زي ما انتوا عارفين. وهنا السمك برضو معاكم اهو، انا مسكته غسلته حلو، وهبدأ الوقت انني احشيه. انا طبعا منضفه البطن حلو قوي. زي ما انتوا شايفين كده البطن بتاعته تكون منضفاه حلو. ودلوقتي هبدأ ان انا احشي السمك دون معاكم، سمك السفاريتا. ودلوقتي يا حبايبي انا حشيت السمك معاكم اهو زي ما انتوا شايفين الخلطة ما شاء الله عليها، شكلها حلو قوي. مش مستعجلة بقى وعايزة تسيبي مثلا الخلطة الحلوة دي شوية فيها وتتبل في السمك وتحطها شوية في التلاجة، ماشي. عايزة ان انت تحمري على طول او تقلي على طول، فبرضو عادي. هي الخلطة ما شاء الله عليها ريحتها حلوة قوي، وشكلها برضو حلو زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله عليها. ودي برضو الخلطة اللي فضلت معانا اللي احنا هنعمل بها برضو الدقة، اللي احنا هنعمل فيها البصل بالدقة بالطماطم في التخديعة بقى. وما نحمر السمك هنحط طبعا السمك في التخديعة اللي انا هوريها لكم برضو. تعالوا بينا يلا يا حبايبي نجيب طبق دقيق ونرجع لكم تاني. دقيق كده معانا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين، معايا طبق فيه دقيق اهون. وطبعا هاخد السمك كده، هنزل بالدقيق، هنزل عليه بالدقيق كده واقلبه تقليب حلو كده في الدقيق. انا طبعا حاطه طاسه على البوتاجاز فيها زيت بيسخن زي ما انتوا شايفين كده. انا طبعا هعمل السمك كده بالمنظر ده كده في الدقيق.
اعمل طبعا كذا واحدة على قد الطاسة بتاعتك، يعني ما تاخد كمية السمك. ودلوقتي احنا هنقليه. تعالوا بينا يلا على البوتاجاز يا حبايبي نقلي السمك. ودلوقتي طبعا انا حاطه زيت في الطاسه زي ما انتم شايفين. انا سايبه الزيت يتقدي حلو، لازم الزيت يتقدي حلو بتاع السمك عشان السمك يطلع معاكي صفير وحلو وما يلزقش منك في الطاسه. دلوقتي هنزل بالسمك كده زي ما انتم شايفين. احمر بقى السمك ده كله وارجع لكم تاني. كده كده يا حبايبي على ما السمك بيستوي معايا حله فيها بصل اهي مقطعاه بالشكل اللي انت حباه، اديله تشويحه حلوه كده. السمك معانا هو برضه بيتقلي زي ما انتم شايفين كده، عشان يتقلي حلو زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا مش هحمر البصله قوي وهنزل بالدقه كده زي ما انتم شايفين. واديها برضه تشويحه حلوه. لو مش حابه ان انت تحطي بصل وتحطي الدقه وتحطي الطماطم، بس انا حابه ان انا احط لها البصلايه والدقه دي كده بتديها نفس حلو. هسيبها برضه تتشوح تشويحه حلوه وابقى انزل عليها بالطماطم. دلوقتي انا معايا طبق السلطه اهو يا حبايبي اللي انا قلت لكم هقطعه معاكم التقطيع دون. سلطه عادي بقرن شطه او بقرن شطه برضه احمر زي ما انتم شايفين كده. ودلوقتي هبدا ان انا هنزل عليها كده بالطماطم كده على الدقه واسيبها تتشكل تسبيكه حلوه. لما السمك يتقلي طبعا هحط السمك في التغلية الحلوة دي، بحطها حلوة قوي. هسيبها معاكي تتسبك ونشوف السمك. دلوقتي هعمل معاكم برضه رز الصيادية زي ما انتم شايفين كده مع السمك المقلي اللي التغلية بتاعته الحلوة. هنسيب البصلة دي طبعا تتشوح حلو، يعني لونها هيبقى صفيري حلو عشان نقص مننا. احنا عايزين لونها يبقى صفيري حلو والتقطيع جوه نحله كده، مش عايزينه ناعم قوي ولا خشن من بره، انا عايزاه كده مفرشة كده. واسيب بقى البصلة تتشوح معاكم حلو ونشوف هنعمل ايه. البصلة يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده هنزل دلوقتي بالمية. وهحط الملح كده بتاع الرز زي ما انتم شايفين، وهحط برضو كمون. الرز الصيادية دون بيحب الكمون زي السمك برضو. اسيب بقى المية دي كلها تغلي بالبصل عشان الرز يبقى لونه حلو. دلوقتي المية بتغلي معانا يا حبايبي. اهم حاجة المية تغلي كده عشان لون الرز يبقى حلو، يبقى لونه صفيري وحلو. طبعا انا كنت غاسله الرز ونقعاه في ميه، هنزل دلوقتي كده عليه الرز كده بالميه واديله تقليبه حلوه واسيبه بقى يستوي. طبعا تحط الميه بتاعته حلوه. طبعا انا هظبط الميه بتاعته بقى واسيبه بقى ان هو يستوي واوريكم السمك برضو يا حبايبي. السمك بعد ما قليته شايفين لونه، انا عايزاه القليه الحلوه دي عشان طبعا انا هحطه في التغدية دلوقتي. تعالوا بينا يلا يا حبايبي نحط السمك الحلو دي في التغدية. كان سمك سفريتة. ده كده يا حبايبي انا حطيت السمك في التغدية اهو زي ما انتم شايفين. التغدية دي بتدي للسمك طعم حلو اوي. طبعا انا حاطه الملح والكمون زي ما انتم شايفين كده. انا هسيبها برضو تاخد لها تشويحه حلوه برضو كده على البوتاجاز.
وعملنا اقدم السمك المقلي دي معاكم. وده كده يا حبايبي النتيجة الأخيرة كده زي ما انتوا شايفين، الرز ببصل. وعملت برضو طبق سلطة، وهي أصلا الأكلة مش محتاجة للسلطة خالص عشان السمك عاملاه في تغذية حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله ريحة التغذية جميلة قوي، وحاطة لها الملح بتاعها وظبط لها الحاجة بتاعتها والكمون. وما شاء الله شايفين شكل الرز ده، كان رز ببصل أو رز صيادية زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله الرز مفلفل معانا وحلو قوي. يا رب اللي يشوفني لأول مرة ما ينساناش في اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد.